السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس اللي فات اتعلمنا النافيجيشن وازاي نتجول جوه برنامج بلندر. الدرس ده هنبدأ نتعلم ازاي نعمل سيلكشن على الاوبجكتس الموجودة عندي. مبدئيا كده زي ما انت شايف انا عندي هنا حاجة اسمها اوتلاين. الاوتلاين ده موجود جواه الاوبجكت بتاعتي. طبعا لو انت دوست على الاوبجكت من الاوتلاين هتبدأ تعمل عليه سيلكشن، تلاقي عليه كده الباوندري البرتقاني ده. لكن انت ممكن كمان تمسك من هنا من جوه الفيو بورت عادي جدا، او من هنا او من هنا وهكذا. الاوبجكت اللي انت بتدوس عليه كليك شمال بيتمسك. طب لو دوست شيفت ودوست على الاوبجكت ده كده انت مسكت الاثنين. طب شيفت مسكت الثلاثه. على اساس ايه؟ على اساس التول اللي انت واقف عليها اللي هي السلكت بوكس. السلكت بوكس دي انت لو انا دوست في الهواء كده عشان اعمل دي سلكت. لو انا عملت كده هيمسك الاوبجكت ده، لو عملت كده هيمسك ده، لو عملت كده هيمسك ده. طب لو علمت على الاثنين هيمسك الاثنين مع بعض. طب لو عايز اعلم على ده كمان بعد ما علمت عليهم وهو ما كانش جوه المساحه اللي انا عملتها، بدوس شيفت واعمل كده، او بدوس كده وبدوس شيفت واعلم عليه، شيفت واعلم عليه. طب عايز اشيل من السلكشن، شيفت وادوس. يبقى انا كده بطلعهم من السلكشن. بص انا طلعتهم كده، طلعته من السلكشن كده، طلعته من السلكشن. الشكل ده خلاص مبقاش موجود كده، مبقاش موجود في السلكشن بتاعي. اوكي كده دي ازاي اعمل سيلكشن على اوبجكت موجود عندي. طيب انا دلوقتي ولنفترض ان انا عايز اعمل سيلكت اول، بدوس حرف ال A بيعمل سيلكت اول. تمام. A مرتين بيعمل دي سيلكت اول. يعني لو انا مثلا عملت A بيعمل سيلكت اول، A مرتين دي سيلكت اول، يعني بيعمل سيلكشن على الهواء مفيش حاجه خالص. طيب هتقول لي طب ما انا كنت ممكن ادوس في الهواء. هقول لك عادي، انت ممكن مثلا تشتغل على اوبجكت بالشكل ده. يعني انت مثلا شغال جوه اوضه، هتدوس في الهواء فين؟ ما هي الاوضه اصلا خلاص مفيش مكان. هتدوس فين؟ فانت مضطر انك تدوس على حيطه من ضمن الحيطان. فانت بتضطر انك تدوس ايه عشان ايه؟ يعني دبل ايه ورا بعض عشان ما تعملش سيلكشن، او تدوس في الاوتلاين بره عشان تعمل دي سيلكت. ولكن احسن حاجه ان انت بتعمل 2 ايه ورا بعض، بتعمل دي سيلكت على طول. ده كده ازاي اعمل سيلكشن جوه برنامج بلندر. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس اللي جاي.